بيكم. فيديو جديد. هكمل الفيديو اللي فات. انا كنت قلت لكم هعمل مجموعه فيديوهات عن الادوات اللي انا استخدمتها في سنه 2025 وكانت وحسيتها ان هي كويسه. معظمها مش غالي. تاني حاجه استخدمتها او اشتريتها السنه دي وكانت كويسه جدا، هي السكتشات دي. ده استخدمته، ده لسه جديد. دي لقيتها بالصدفة في مكتبة قريبة من بيتي. بس اكتشفت الماركة دي ماركة تقريبا محلية، يعني اسمها سمارت. ممكن ابقى اكتب لكم الاسم بتاعها، SM وبعدين ارت وحدها. هي بيعملوا اشكال مختلفة من السكتش بوكس. بس طبعا انا اول حاجة شدتني طبعا الرسومات بتاعة فان جوخ. اللوحات بتاعته مطبوعة على السكتش بوك. عندهم لاين كبير قوي من يعني اشكال متنوعة من السكتش بوكس. بس انا حبيت الحجم ده، انا بحبه، ده الحجم المفضل بالنسبة لي، اللي هو يعني تقريبا قد ايدي، لان بيبقى سهل ان انا اخده معايا في اي حته، ما بياخدش مكان. اول حاجه انا حبيت السكتش بوك ده اولا لان هو هارد كفر. الكفر بتاعه، الغلاف بتاعه اللي هو الناشف ده، فبيبقى عملي جدا لو انتوا بترسموا في مكان بره او كده، ان يبقى الورق مسنود عليه. تقدروا تستخدموه بسهولة، يعني تمسكوه وترسموا على طول. دي طبعا اول ميزة. هي دي تقريبا، ده المقاس A6. ده الورق، ده 100 ورقة. جرامات، او الحجم بتاع الورق 100 جرام. وده كنت جايباه ب 80 جنيه. بصراحة ده يعني كان سعره خطير، يعني ان هو هارد كفر و 80 جنيه بس. مش عارفة، ما شفتوش في مكتبات تانية مشهورة في مصر زي مكتبة سمير وعلي او الوان. بس لقيتهم اونلاين موجودين. في طبعا زيادة في السعر شوية عن ما كنت اشتريته من المكتبة. بس الورق بتاعه حلو جدا. هو طبعا انا كنت السكتش ده مستخدمه الالكحول ماركرز بتاع التاتش اللي انا وريتها لكم في الفيديو اللي فات. فهي اصلا بتطبع، يعني دي طبيعه الالوان. بس الورق نفسه حلو جدا. ممكن اوريكم، مش عارفه، السكتش بوك ده كنت رسمه كله بالماركرز، يعني رسمه فيه كله بالماركرز. فالالوان كلها بتطبع. يعني الورق 100 جرام ده كويس، فممكن ينفع عادي لاي ماتيريال، حبر، رصاص، الوان خشب، يعني هيشتغل على اي حاجه. هي بس هيبقى لو حد بيشتغل بالوان ماركر كحوليه مش المائيه، هيبقى اللون بيطبع في الصفحه كده. بس هو اوفر اول بصراحه حلو جدا يعني. فارشح لكم يعني الماركه دي اللي هي اسمهم سمارت او SM ارت، هما كاتبينها كده سمارت. فدي كانت سكتشات لو حد محتاج سكتش بوك جديد للسنه الجديده. فالماركه دي يعني محليه، يعني محليه وكويسه جدا يعني. فأي مقاس هتلاقوه بصراحة تستاهل، يعني حلوة جدا. فأرشحها لكم، يعني دي كانت من السكتش بوكس الكويسة قوي. أنا عموما بحب دايما في السكتش بوكس أشوف ماركات مختلفة ومتنوعة، لأني أنا بستخدمهم كتير. فالماركة دي بصراحة حلوة قوي. تاني حاجة استخدمتها، او مش تاني، تالت حاجة اشتريتها السنة دي واستخدمتها وجربتها. كانت الوان فابر كاسل، الالوان العادية اللي هي في منها اللي هو الالوان اللي هي الووتر سوليبل، اللي هي بتتحول للووتر كولر يعني، او الوان مائية. وفي الالوان الخشب اللي هي العادية، الوان خشب بس.
انا كنت جبت الاول منها اللي هي المجموعه العلبه ال 48 لون، وبعدين ولادي اخدوها، وبعدين جابولي هما بقى جابولي ال 36 لون. فانا اصلا تقريبا من وقت الكليه او من ساعه ما اتخرجت ما كنتش استخدمت الالوان الخشب من وقتها. يعني معظم الوقت يا بستخدم حبر احبار، او بستخدم الوان ووتر كولر يعني الوان مائيه. ف فجيت كده حبيت ان انا يعني اعيد استكشاف تاني الالوان الخشب، او ابدلها. وقتها حتى حسيت يعني ان انا ما اديتلهاش حقها، يعني ان انا اجربها. يعني كنت اللي هو ببعد عنها على طول، بس رجعت تاني استخدمها. فالصراحة هي يعني ولا هتقول واو ان هي احسن ماركة، بالذات اللي هي دي المجموعة العادية البيزك يعني. بس هي كويسة. دي تقريبا اللي هي متصنعة في تركيا. في منها يعني مستوردين كتير، يعني قصدي المتصنعة كذا حاجة. في واحدة في ألمانيا، في واحدة في حاجة آسيا، وفي دي في تركيا. هي نفس فابر كاسل، بس ممكن الألوان نفسها ممكن الكواليتي بتاعتها تختلف. طبعا أغلى حاجة اللي هي بتاعت ألمانيا. بس دي بصراحة أنا حسيتها كويسة، يعني اللي هي يعني ايه اهتفي بالغرض كويس جدا. واستخدمتها لوحدها، واستخدمتها رسمت بيها فوق ووتر كولر، او بميكس معاها حاجات تانية. ف فهي بصراحة الشيدنج بتاعتها، الألوان أصلا نفسها كويسة، يعني درجة النقاء بتاعت اللون والفايبرنت بتاعت اللون كويسة جدا. ممكن بعض الألوان ما تبقاش يعني ما تبقاش قوية يعني أو تقيلة قوي. بس الاوفر اول او في المعظم عامة الالوان كلون كويس، البيجمنت بتاعت اللون كويسة. في شوية ممكن تحسوا الوان هي ناشفة شوية، او يعني على الورق ورق خفيف، ممكن ما تبقاش اللون بيمشي شوية، يعني حسيت كده. او لو انتوا تستخدموها فوق ووتر كولر فتحتاج يبقى الورق نشف تماما عشان اللون يقدر يمشي كويس على الورق وما يقطعش الورق. فهي تعتبر اللون ناشف سنة بسيطة عن اللي هي بتبقى ووتر كولر اللي هي بتتحول لألوان مية. بيبقى اللون نفسه او السن نفسه ناعم اكتر، يعني هتحسوا كده سموث اكتر. بس هي بالنسبة لي كانت كويسة ولسه بستخدمها لحد دلوقتي. فلو محتارين يعني في ألوان خشب، طبعا تنفع للأطفال. بصراحة أنا مش الشخص يعني الطبع اللي هو ببص قوي على الماركات بتاعة ان هو لازم البراند معين للألوان وكده. بحب اجيب الالوان او الادوات واجربها انا، حتى لو كانت ان هي مش معروفه او مش مشهوره، او ان هي مش مكتوب ان هي متخصصه للفنانين او كده، او ان هي للاطفال حتى. فبحب عموما اشتري الوان او يعني ادوات بصرف النظر عن هي مخصصه للفنانين بس، او ان هي للاطفال بس او كده. ايا كان بحب اشتريها واجربها، وعادي بتبقى تطلع في الاخر كويسه. هي في الاخر انا بحس حته ان المصنعين او الشركات بتصدر لنا ان هو ان دي مثلا للبروفيشنال ارتست، او دي للفنانين بس، او دي للاطفال، ان هي اقل جوده. بس هي في الاخر عشان طبعا حاجات هتبقى في حاجات جودتها عاليه جدا، بس في نفس الوقت هتلاقوا الاسعار بتاعتها غاليه جدا. في الاخر لو يعني هتقضي الغرض، يعني هتستخدمها هتطلع كويسة، مش بنفس السوق يعني اللي هما بيصدروه يعني. فالالوان لو حد عاوز يجيب برضو الوان خشب، فالماركة دي فابريكاس الالوان الخشب العادية كويسة. انا نفسي اجرب ماركات تانية، او في ماركات يعني بروفيشنال اكتر،
او حتى فابر كاسل في منها انواع تانية، في واحدة تانية تقريبا علبتها زرقاء او حاجة مش متأكدة. بس عاوزة اللي هي البوليكروميك تقريبا. يعني كنت بفكر اجيبها. كان عاجبني قوي، كنت بشوف عن فنانين اجانب اللي هي الماركة بتاعت بريزما كولر. هو كله مجمع ان هي كويسة جدا. بس دي هحتاج ان انا اجيبها من برا مصر، او حتى لو من جوه مصر فهي سعرها يعتبر مرتفع. في ممكن اللي يعني يعتبر زيها شوية اللي هي الفابر كاسل، بس حاجة تانية اللي هي بوليكروميك تقريبا لو انا فاكرة الاسم صح، اللي هي علبة بتاعتها ميتال كده شوية. فبالنسبة للألوان الخشب الفابر كاسل العادية جدا ممكن تستخدموها، وكانت كويسة يعني، ارشحها لكم يعني. حاجة تانية برشحها يعني، بس دي مش مستخدم يعني، ما اشتريتهاش في 2025 او ما استخدمتهاش، بس في 2025 انا بستخدمه. هو الاول اقول لكم ايه هو القلم بتاع الايباد، بس ده مش بتاع ده مش الابل بنسل. ده قلم اللي هو بيسموه ستايلس بن. ده كنت ده بقاله عندي بقاله اكتر من تقريبا 5 سنين، وهو بصراحة كويس جدا. يعني انا اتفاجئت، انا كنت جايباه مع الايباد عشان الابل بنسل القلم بتاع ابل كان غالي وقتها، ما كنتش اقدر افورد الايباد مع القلم. فلقيت ان هو بيتباع الاقلام دي بتاعت الايباد، تنفع بتشتغل مع الايباد يعني، بس ارخص بكتير. وحتى لما شفت ريفيوهات عنها وكده، في منها انواع كتير وشركات كتير بتصنعها. بس لقيتها ان هي بتشتغل، بس هي الفرق بينها وبين الابل بنسل ان هي ما فيهاش السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعه سن القلم، بحيث ان انت لما تضغط عليه، ان هو الابل بنسل بيجي مع ضغطة القلم مع ضغطة ايدك بيخف بيخف درجة القلم تقيلة أو خفيفة على حسب الضغطة. القلم دوت المفروض ان هو ما فيهوش كده، ومع ذلك انا استخدمته وعملت بيه شغل كتير جدا. يعني رسمت بيه حاجات كتير جدا، كان شغال معايا كويس. وهوريكم الماركة بتاعته. هي دي العلبة بتاعته، مكتوب من هنا ستايلس بن من هنا. مش عارفة في اسم للماركة ولا لأ. بس تتأكدوا ان هو بيبقى مكتوب هنا اللي هو compatible with iPad، الفيرجن بتاعت او الموديل بتاع الايباد بتاعكم او الجهاز بتاعكم التابلت بتاعتكم، ان هو يكون بيشتغل معاها، لان في اقلام مش تبقى شغالة مع نسخ معينة من التابلتس او من الايباد. فلو انتوا هتسيرشوا على الستايلس بن ده، هتلاقوا منه يعني اشكال كتير وشركات كتير بتصنعها، بس هو ارخص كتير يعني يكاد يكون تلت تقريبا سعر القلم بتاع ابل، وهو في نفس الوقت شغال بطريقه كويسه جدا. هقول لكم انا حته السنسيتيفيتي او الحساسيه بتاعه القلم دي يعني حلتها ازاي عشان افضل استخدم القلم ده. ان انا بستخدم بروكريت بتاع ابل، فبيبقى موجود فيه ان هو في الجزء الشمال كده، هوريكم الصورة بتاعته. ان انت تقدروا ان انتوا تقللوا الترانسبيرنسي بتاعه اللون او درجه التقل بتاعه اللون. فدي اللي انا كنت بتحكم فيها لو انا عاوزه تون خفيف شويه، او دي المفروض بالقلم ان انت بتتحكم بيها بضغطه ايدك. انا كنت يعني بستعيد عنها بان انا بقلل الشفافيه، درجه الشفافيه بتاعه القلم، والسمك بتاع اللون نفسه على الجهاز. فممكن اصورها لكم يعني.
بس فغير كده ان القلم شغال كويس جدا، وحتى لو حد مش محتاج ان هو يعمل مش محتاج السنسيتيفيتي دي في حاجة، فهو او بيشتغل بيرسم مساحات الوان بس. فالقلم بصراحة هايل وسعره خطير. انا كنت جايباه تقريبا وقتها ما كانش مكمل 500 جنيه تقريبا، بس ده كان من فترة كبيرة. بس بصراحة يعني ارشح القلم ده، حلو قوي، ارشحه لاي حد عنده بيشتغل ديجيتال او بيرسم ديجيتال وعنده الايباد وكده ومحتاج القلم. فالقلم ده كويس جدا، مش عارفة والماركة اسمه ستايلس بن، وتتأكدوا من الموديل اللي هو بيمشي معاه. بس كده. دي كانت كل الحاجات اللي انا استخدمتها في 2025، وحسيت ان هي بصراحة كانت مفاجأة بالنسبة لي، او حسيت ان هي كويسة. ان مش دايما لازم نمشي ورا الماركات، او ان هي دي الحاجات المصدرة اكيد بتبقى طبعا كويسة، بس في نفس الوقت حتى لو ما عندناش الماركة دي ففي حاجات تانية ممكن كمان ارخص بكتير، وممكن تديك نفس الجودة او نفس القيمة اللي انت محتاجها. وساعات كتير انت اصلا يعني احنا ما بنبقاش محتاجين كل المواصفات او الحاجات الخطيرة اللي في المنتج ده، بس هما يعني بيصدروا لنا ده عشان نشتري اكتر وندفع اكتر. بس فعادي لو في حاجة منتجات عجبتكم بس مش غالية، فمش بالضرورة ان هي تبقى جودتها وحشة، بالعكس يعني جربوها. بس اتمنى الفيديو يكون افادكم وتكونوا استمتعتوا بيه. وقولوا لي انتوا كمان ايه الحاجات اللي جربتوها في 2025، ادوات او اي حاجة كانت لقيتوها مفيدة. واشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. باي باي.